مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين، ويلا بينا نشوف الدنيا عاملة ازاي. في الفترة الأخيرة لاحظت إن الإنسان بشكل عام في أي مكان وفي أي زمان وفي أي سن بقى غير معتاد إن هو يتلذذ بالفوز، يتلذذ بالمتعة، يتلذذ حتى إن هو بيساعد حد تاني غيره. وبقى الشغل الشاغل دلوقتي وأنت بتعمل أي حاجة هو إنك تقلل وتحقر من شأن اللي قدامك أو شأن اللي بيعمله أو بيقوله، بغض النظر عن علاقتك بالشخص التاني ده، بالطرف التاني في الموضوع. بتلاقي دايمًا، بلاش دايمًا، بنسبة كبيرة جدًا اللي هاقوله لكم كمان شوية ده بيحصل. فهاقول لكم شوية أمثلة كده على الماشي، وهتلاقي نفسك وأنت بتسمعني بتسرح كده وبتفكر في الموقف ده، سواء كان حصل لك أو حصل قدامك مع حد تاني أو حصل لحد تعرفه وحكى لك، أيًا كانت وصلت لك إزاي يعني. أشهر مثال طبعًا هو مشهور جدًا في مصر أوي يعني، اللي هي إن إحنا بنعلّي على بعض في البؤس. ما هو أنت مش هتكسبني يعني، هو أنا يعني لأ. يا باشا والله أنا عندي مشاكل في الشغل، البيت، النادي، الgym، مع مراتي، أهلي، زمايلي، مديري، جيراني، إلى آخره. تلاقيه يقول لك إيه، يا سيدي ما كلنا فينا اللي مكفّينا، ده أنا عندي كذا وأبويا وأمي وخالتي وجيراني والبوازير والسُرّة والمناخير. هيرُص لك open buffet كآبة، تحس إنه هيعمل زي كلاوي كده ويقول لك إيه، كلنا قرفانين ومش ناقصين فما تقرفنيش. ده أنت كمان مش قادر تسمعه لغاية الآخر وتطبطب عليه وتقول له معلش، يعني ربنا يسهّل لعبيده، ربنا يفُكّها عليك. لأ، لأ، أنت مش هتكسبني في الكآبة. أنت فاهم حاجة؟ إحنا مش قادرين نسمع بعض، مش قادرين نسمع بعض. يعني ما حدّش بيقدر إلا من رحم ربي أكيد يعني، يسمع اللي بيكلّمه حتى عشان يسيبه يفضفض. بلاش تقول له معلش، أقول لك حاجة، بلاش تقول له معلش، سيبه يفضفض، واحد بيطلّع اللي جوّاه وخلاص، وفي الآخر خلاص قُل له معلش، بس خلاص. بلاش يا سيدي تقول له حَل الحاجة من اللي قالها لك، ما يمكن ربنا يلهمك بحاجة. بلاش، اسمعه. في ناس بتبقى عايزة تتكلّم عشان بس هي مضغوطة وعايزة تطلّع اللي جواها، سيبه يطلّع يا عم، هي دي كمان فيها تعالية على بعض. ماشي، تمام. مثال كمان، تعالَ كده أنت و4، 5، 6، 10 من صحابك قاعدين في نادي والّا طالعين مصيف مع بعض والّا في بتاع، وتعالوا نلعب لعبة اللي في النُص، الكلب الحيران، بالكورة، برجلكم، تمام. واحد يبقى في النُص ويحاول يخطف الكورة من أي حد من إيه، من الناس التانية اللي بتلعب، ولو خدها من حد ينزل مكانه في النُص وهكذا، لأ الكلب الحيران، تمام. أول ما تلاقي اللعبة دي بدأت، اخلع وارجع لورا كده وبُص عليهم من بعيد، هتلاقي معظم اللي بيلعبوا برضه إلا من رحم ربي، بيحاول يذل الشخص اللي في النُص، يرقّصه، يلبّسه كوبري، ياخده حتّة يمين في الشوارع عشان يُقع، واخد بالك، لو هو يعني لعيب يعني. فاللعبة فقدت روحها، إن إحنا نضحك ونهزر مع بعض وننبسط، إنّك تخلّص يعني ال الزنقة اللي أنت فيها لو أنت موجود في النُص، أو إن أنت لو أنت من الناس اللي معاها الكورة، تخلص من الكورة بسرعة، يعني عشان بس كل ده ليه؟ في مقابل إن أنت تُشبع حِس التفوّق والسطوة يعني الجبروت على الغلبان اللي قدّامك. ما تلعب ونستمتع كلّنا يعني، الكورة رايحة جاية كده وخلاص يبقى عادي يعني، بس إزاي؟ لأ، لازم أبيّن إن أنا جامد وباعرف أرقّص واللي قدّامي ده لا حول له ولا قوة. افتكرت حاجة، في أي حاجة ضربت معاك في دماغك؟ ماشي. واحدة كمان، وأنت بتلعب PUBG، Free Fire، أي حاجة من الحاجات اللي هي فيها Battle Royale دي، هتلاقي لو حد عمل لك knock وأنتم بتلعبوا في team يعني، تمام، المفروض بقى يفنّشك. خلاص، يعني ادّاك knock فأنت نزلت على ركبك وعمّال بقى إيه، بتقول help، help وزمايلك المفروض ييجوا يضبّطوك وبتاع. لأ، ما يفنّشكش، ينزل يضربك بقى بالبواني والّا بالطاسة والّا مش عارف إيه، ويشيل ويحُط فيك بغرض إن هو يذلّك، يعني هو كده جامد. هي اللعبة مش كده،
في option إنك تشيله وفي option إنك تضربه بالطاسة بس ليه؟ وسبحان الله لو حد عملها فيه، اللي بيعمل في الناس كده، لو حد عملها فيه يقعد يشتم ويقول يعني أنت جامد كده، يعني أنت كده خلاص يعني جامد. باشا يعني من أعمالكم سُلِّط عليكم، وهي لعبة في الأول وفي الآخر، بس الفكرة كلّها فيما وراء اللعبة، فكّر فيما وراء اللعبة. الناس المفروض الطبيعي إنّك بتلعب أي لعبة عشان تستمتع، اسمها لعبة بنلعب، أيًا كانت بقى، تمام. فسبحان الله تلاقيه بيغيّر فكره في ثانية، لا لشيء إلا إن هو اللي في الموقف ده بقى مفعول به وليس فاعل. أنا أعمل اللي أنا عايزه، وأفنّشك بقى بواني، أفنّشك طاسات، أشيلك وأحطك في حتّة تانية وأقعد أرقص حواليك وأعمل رقصة وأسجّل فيديو وبتاع، ده أنا كده جامد أوي، تمام. يتعمل فيّا كده، لا يا عم، لا إيه يا عم هو أنا عويل ويقعد بقى يقول كلام. هو في إيه؟ مش هاقول أمثلة تانية خلاص، أنت فهمت أنا عايز أقول إيه. المشكلة إن دي بقت حاجة منحطة جدًا إن أي إنسان يعملها في إنسان تاني. مش أكيد باتكلّم على موضوع PUBG يعني أكيد لأ دي لعبة، بس فكرة إن أنت تقبل تعمل حاجة في حد، ولو نفس الحاجة دي اتعملت فيك تقول لأ، أبشّرك إن أنت لو بتعمل كده يعني وبتقبله على نفسك، فأنت أقذر من أقذر قاذورات في حافر أي حيوان خلقه ربنا. لإن حتى الحيوانات اللي بتحرّكها الغريزة، الغريزة وبس، تمام، ما بتعملش كده، فما بالك بالعقل اللي ربنا ميّزك بيه عنهم، البهايم، الحيوانات، اللي ما بتعملش اللي أنت بتعمله، إنك تتنطّط على ابن جنسك. طبعًا الأمثال اللي قُلتها لك دي لعب كورة وPUBG ومش عارف كلام مع بعضينا في الفضفضة ومش عارف إيه، ده ولا حاجة، ده ولا حاجة، دي أبسط أمثلة للانحطاط الإنساني مع الإنسان. افتكر كده يا باشا لمّا تيجي تلاقي واحد من الناس اللي تعبت في شغلها على ما وصلت لposition، فالطبيعي إنك بتطلع السلم واحدة، واحدة لغاية لمّا توصل. في حتى قول مأثور يقول لك إيه، لمّا توصل ما تصعّبهاش على اللي تحتك، صح؟ فاكرين القول ده؟ سمعناه كتير على الفيسبوك. القول ده بيتقال ليه؟ عشان إحنا شُفنا الناس لمّا وصلوا صعّبوها على اللي تحتهم. ما أنا هاحاول كده ليه؟ من باب الطاقة؟ لأ. أكيد شُفناها في موقف و2 و3 و10 من بني آدم و2 و3 و1000 لغاية لمّا بقت كلمة بنفكّر بيها بعضنا، ما تفتريش. وتلاقي معظم الناس للأسف تاني وإلا من رحم ربي، لمّا يوصل بيصعّبها على اللي قبله أو على اللي تحته أو على اللي معاه، لا لشيء إلا إنه يحس إنه أنا مدير، أنا في إيدي سُلطة، أنا في إيدي أعمل كده. أيوه يا فندم، أنت ممكن تعمل كده فعلًا. أنا ممكن أصحى من النوم على فكرة أجيب سيف وأطيّر رقبتك، ممكن أعمل كده، بس في فرق كبير بين الإمكانية والقدرة والرغبة. أي حد ممكن عنده الإمكانية يعمل أي حاجة، دعنا نتفق على هذا. في إمكانية إنك تعمل حاجة، طبعًا في إمكانية، ممكن أعمل كده فعلًا، ممكن. هل تقدر تعمل كده؟ تعالَ بقى. لا يا باشا بس أنا مش مدير، أنا ممكن أرفد فلان. حلو، تقدر؟ لأ أصل أنا مش مدير، بس أنا عايز، عندي رغبة في إني أرفد فلان لإنه قرفنا في الشغل كلنا. تقدر تعمل كده؟ لأ. لو الناس قدرت تفهم وتفرّق بين ال3 حاجات دول، الرغبة والإمكانية والقدرة، هتلاقي الناس بتتطلّع إنها تعلى عشان يبقى عندها إمكانية وقدرة أكبر إنها تحقق ما ترغب فيه. لو ده حصل أبشّرك بفناء الكوكب، لإن الرغبات عند بني آدمين دلوقتي بقت حاجة مش طبيعية. الناس بقت طريقة تفكيرهم مش طبيعية، الدنيا بقت
لأ، لأ، لأ يا جماعة النَفْس البشرية سبحان الله اتقالت نَفْس يعني الأمّارة بالسوء، فعلًا أنت لو بتفكّر في أي موضوع يا سيدي بلاش أنت، أنا شخصيًا لو بافكّر في موضوعٍ ما ومزنوق شوية أو مش لاقي حلول سهلة أو تقليدية أو كده، غصب عنّك لو لقيت نَفْسك بتفكّر في حلول تانية هتلاقيها كُلّها حلول فيها أذى، حاول تعملها كده كexercise كده، حاول تفكّر في حاجة مضايقاك مثلًا وأنت مش عارف تعمل فيها حاجة، يعني ما عندكش القدرة تمام، ولا الإمكانية إنّك تعمل حاجة تحِل بيها المشكلة دي، واسرح بقى في الموضوع كده مع نَفْسك، هتلاقي كل اللي بتفكّر فيه تقريبًا أذى، ما أنت هتعمل إيه تاني؟ وده يؤكد إن المفروض الإنسان القادر واللي عنده الإمكانية إن يكون الaction اللي بياخده أو الفعل اللي بيفعله يكون بعيد كل البُعد عن الأذى، الإنسان الراقي، الإنسان المتحضّر، ليه؟ ليه؟ عشان عقلك البشري هيدّي لك الحلول اللي فيها أذى لمّا تتزنق وما يكونش عندك القدرة ولا الإمكانية إنّك تعمل الحاجة دي بدون أذى، أتمنى إنها تكون وصلت. وعلى فكرة عشان الكلام يبقى واضح وما فيهوش أي نوع من أنواع اللَوَع، في حاجات ما بتجيش غير بالعافية، في حاجات ما بتجيش غير بالأذى، في حاجات ما بتجيش غير برَد الظلم، يعني لمّا واحد يقتل والقاضي يقول إعدام، هو كده القاضي بيأذيه؟ ده الراجل ده بيشفي غليل أهل الميت، ولكم في القصاص حياة، معروفة، عشان بس المفاهيم ما تتقلبش، العين بالعين والسن بالسن، أنا مش باتكلم في أخد الحق دلوقتي خالص، عشان ما نتفهمش الموضوع غلط، تمام؟ تمام. مش عايز أطوّل في الموضوع أكتر من كده، لأن الموضوع فعلًا ينرفز لو قعدت تتكلم فيه كتير، وهتلاقي نفسك بتسخن وتفتكر مواقف كتير حصلت من ناس ب بعد ما الموضوع يخلص وبتاع وأنت قاعد مع نفسك بتفكّر هو ليه ده حصل؟ كونك تسأل السؤال ده ده في حد ذاته يقول حاجات كتير جدًا عن الشخص اللي عمل الموقف ده، تمام؟ تمام. في النهاية باتمنى وبادعي إن ربنا يبعدنا عن الناس دي، لإنها للأسف هتدوس عليك ومش هتبُص وراها، مش هتهتم. وكمان ندعي ونقول ربنا ما يجعلناش من الناس دي، اللي بتتلذذ بضعف الآخرين، لإن زي ما قُلنا دي حاجة حقيرة جدًا، وزي ما قُلنا تاني إن حتى الحيوانات البهايم ما بتعملهاش مع بعضها، إلا الإنسان مع الإنسان، فربنا يبعدنا عن الناس دي وما يجعلناش منهم يا رب. معلش، الحلقة خلصت الحمد لله، وأتمنى إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير. سلام.